السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله فيديو جديد. كنتمنى كما العاده ينال اعجابكم، ما تنسونيش من لايك وبارطاج والاشتراك فضلا وليس امرا. اليوم جيت نشارك معكم واحد التحليه الصراحه كتجي هائله، سهله مهله، خفه نزربان واقتصاديه. كما كتشوفوا دائما اننا نحاولوا نغيروا العادات السيئه ديالنا ونعوضوها بالحاجات الصحيه. كما كتشوفوا التمر مع الفواكه الجافة، كذلك مع واحد القشطة غادي نشاركها معكم، سهلة ماهلة وكتجي روعة ألد ما يكون وكتبقى طبيعية 100%. هنا كما كتعرفوا في قناتي عندي الرايب، كنصاوب الرايب ديال البقر، يعني الحليب ديال البقر. دائما ما تيخطانيش مع هاد السحور ديال رمضان، فعلا تيجي خطير ولذيذ. هنايا شديت ديك الرايب، كان عندي واحد الكونتيتي شويه ما بقاش بزاف، درتو في الفريجيدر في الفريغو، جمد ليا يعني جمد ولا حجره. هنايا غادي نخرجو من الفريغو، غادي نحطو في واحد الشبيكه اولا واحد الزيف اللي كيخرج ديك الماء، ما يخرجش لينا داك يعني الجبنه اولا القشطه، يخرج لينا غير الماء. كما كتشوفوا الصراحه راه خرج ليا الماء بزاف، حيدته عاوتاني درتو هكا ولا مازال كيقطر ديك الماء اولا ديك المصل اللي كيكون فيه. هنا نهائيا ما بقاش فيه يعني حتى نقطه، ما خصوش يبقى فيه حتى نقطه د الماء. يعني غادي نديروه في الليل مثلا يجمد، في الصباح نديروه في واحد الشاش وغادي يذوب لينا، غادي يوجد لينا في العشيه. شوفوا الملمس ديال هاد القشطه، كتولي لنا في الاخر قشطه كتجي رائعه مغايره على مذاق الرايب. شنقول لكم، جبنه اولا قشطه اولا يعني كريميه، كتجي رائعه ولذة، صدقوني خطيره، كتجي لذيذه. حيت انا ما تنساوش بان الرايب ما كنديرش فيه السكر بزاف، كندير واحد الكونتيتي قليله. صدقوني كيجي رائع، ما هو يعني حلو بزاف، ما هو يعني باسل يعني مسوس. الا كان مسوس غادي نديروا له التحليه ديال الدبس التمر، صدقوني كتجي رائعه. هنايا ممكن اننا نشدو التميرات نخويوهم من الوسط كما كتشوفوا باش ما نعضوش هذاك العظم. هنايا غادي نخلي واحد الزلافه اولا واحد الصحن ونبقاو ندوزو داك التمر في هذاك القشطه، وفي الاخير نغمسوها فاش ما بغينا، يا عسيله يا دبس التمر، يا عندي شويه د الكوك، عندي شويه د الكاوكاو مطحون مزيان، وعندي واحد شويه د الكركاع اللي كان عندك في الدار. الصراحه صدقوني كتبقى اكله صحيه اولا تحليه صحيه. دائما كما كنقول لكم نحاولوا نغيروا العادات السيئه ديالنا، يعني داكشي ديال خارج الدار نحاولوا نصاوبوه في الدار. ان شاء الله كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. كما العاده ما تنسونيش من لايك وبارطاج الى فيديو ان شاء الله جديد ومفيد، ان شاء الله يدخل عليكم هاد العواشر المباركه. الى اللقاء، دمتم سالمين، الى فيديو اخر.